السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. قناة 90 دقيقة تأتيكم بتصريح مدرب الأهلي المصري قبل مواجهة الترجي التونسي. أكد سامي قمصان المدرب العام للأهلي عن جاهزية الفريق لمباراة الترجي التونسي التي تقام مساء غد الجمعة على ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وقال مدرب الهلال جميع اللاعبين على أتم استعداد لمباراة الترجي، ويقدرون أهمية هذه المواجهة التي يسعى الفريق خلالها إلى تحقيق نتائج إيجابية تساعده في مباراة العودة في القاهرة وبالوصول إلى نهائي البطولات التي تعد أهم تحديات المرحلة المقبلة للأهلي. وأضاف: نقدر جيدا مشاعر جماهير الأهلي ورغبتهم في تتويج الفريق بدوري الأبطال، ونحن كجهاز فني أو لاعبين هدفنا الفوز بالبطولة والمشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق إنجاز جديد للنادي، لكن الأمور تسير خطوة بخطوة كما اعتاد الجهاز الفني في التعامل مع التحديثات التي تواجه الفريق. هذا ما قاله المدرب الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي.